تشكيلة فانتزي فيها محمد صلاح وهالاند. وفي حراسة المرمى جبت سيلس وحارس ليدز اللي هو دارلو سيلس عشان عنده جدول كويس جدا، وعنده كمان اول ماتش لبرينفورد قلت ما بصراحة ما كترش في الميزانية بتاعة الحراسة يعني. وجبت التاني الحارس بتاع ليدز يعني كده ب4 مليون مش هيلعب يعني، وهو ده الحراسة. وفي خط الدفاع جبت وان بيساكا عشان جدوله كويس جدا وهو ب4.5، وجبت كمان جوستو، وجبت كمان كوانسا مدافع استون فيلا، وجبت كمان جيهي لاعب كريستال بالاس، وجبت كمان مدافع من بيرلي يعني كده هو مش هيلعب بس جبته علشان الميزانيه. بصراحه انا شايف الدفاع ده كويس جدا، والجدول كمان بتاع ويست هام هو كويس جدا. فانت اكتب لي في 3 انت جبت مين من الدفاع، وهو ده الدفاع اللي هعتمد عليه، وده اقوى وسط في اللعبه. انا جبت فيه بالمر ومبيمبو ومحمد صلاح وقدوس، وجبت كمان لاعب من بيرلي كده يعني هو بيلعب بس مش هعتمد عليه يعني. وجبت بالمر عشان عنده جدول سهل وهو بصراحه لاعب جامد قوي. وجبت الشيخ مبيمبو لسه منتقل حديثا لليونايتد، وجبت محمد صلاح وجبت قدوس. والصدمه في التشكيله دي اللي هي فيها محمد صلاح وهل في نفس الفرقه، فاستنى الهجوم ويلا بينا. وفي خط الهجوم جبت هالاند اللي ب14 مليون عشان هو اكيد يعني المكنه التهديفيه وعنده ماتش ضد ويلفز. وجبت كمان بيتو مهاجم ايفرتون، اللاعب ده ديفرنشال جدا ب5.5 مليون. وجبت بامفورد مهاجم ليدز يونايتد. بصراحه انا شايف ده هجوم كويس جدا، ودي تشكيله اللي كان فيها محمد صلاح وبالمر وهالاند ومبيمبو كمان. انا شايف التشكيله دي اسطوريه، وانت قيمها في التعليقات لو عندك اي استفسار عن الفانسي. وما تنساش تعمل متابعه ولايك وشير. سلام.